صديق اللي هي صديقة كل ما صاحب حد يلاقيه دماغه بتاخده لسكة مش كويسة. ازاي يعني سكة مش كويسة؟ بمعنى مثلا ما بيصاحبش الواحدة لشخصيتها، بيبقى عايز ياخدها لمنطقة تانية، مش ان هي منطقة، يعني حتى مش باصص لها كحبيبة، عايز ان هو يفهمها ان هي حبيبة وكل حاجة، بس بتبقى دماغه شمال. يا دكتورة سوري في اللفظ. طب يعني انت ايه مشكلتك دلوقتي؟ مش فاهم. مشكلتي ان هما ما بيبصوش للست ان هي يعني راجل زيهم، ان هي ممكن يعتمد عليها في اي موقف، تبقى صديقة معاه. الو. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم دكتورة السلام. مها، ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله، ازيك انت؟ انا بعت لحضرتك رسالة وما لقيتش فيه تواصل منك، فعشان كده قلت اكلم حضرتك. اتفضلي اموريني. دلوقتي يا دكتورة، بصفتك عايشة في اوروبا، وطبعا عارفة الفرق بين المجتمع الاوروبي والمصري. انا ليه مثلا، انا طالبة في الجامعة، وكل ما اجي اصاحب اصدقائي الشباب ايوه، بتصاحبي اصدقاء شباب؟ اصاحبهم اه. ويبقوا ويايا في الجامعة ونبقى كويسين مع بعض، وأنا واخداهم كصداقة، لكن بلاقي دماغهم بتروح لتفكير تاني خالص، اللي هو لحاجات ايه؟ مش كويسة. مش فاهمة يعني انت، واحدة واحدة عليا كده. انت بتقولي ان انت طالبة في الجامعة وبتصاحبي شباب وبعدين؟ يعني أصدقائي في الجامعة امم. الجامعة طبعا بنبقى شباب وبنات. أنا مثلا صديق اللي هي صديقة كل ما صاحب حد يلاقيه دماغه بتاخده لسكة مش كويسة. ازاي يعني سكة مش كويسة؟ بمعنى مثلا ما بيصاحبش الواحدة لشخصيتها، بيبقى عايز ياخدها لمنطقة تانية، مش ان هي منطقة، يعني حتى مش باصص لها كحبيبة، عايز ان هو يفهمها ان هي حبيبة وكل حاجة، بس بتبقى دماغه شمال. يا دكتورة سوري في اللفظ. طب يعني انت ايه مشكلتك دلوقتي؟ مش فاهمة. مشكلتي ان هما ما بيبصوش للست ان هي يعني راجل زيهم، ان هي ممكن يعتمد عليها في اي موقف، تبقى صديقة معاه، مش ان هو يبص لها يعني من منظومة تانية خالص. هي اصلا مش حطاها بينه وبينه. طب يعني، طب هو السؤال ايه برضو؟ مش فاهمة، معلش وضحي، معلش. يعني انا دلوقتي عايزاني اقول لك رأيي في الصداقة بين الشاب والفتاة. بين الشاب والبنت. تمام. عايزة حضرتك تشرحي النقطة دي للناس، تفهميهم ان الصديقة ممكن تكون صديقة على طول. ليه دماغك بتروح في منظومة تانية خالص؟ طيب. عشان انا من متابعين حضرتك، وببقى سعيدة جدا لما بسمع فيديوهاتك، وانت بتتكلمي في مواضيع هامة ومواضيع هادفة. رب فانا بحب ان انا اتابع حضرتك، مش يعني متابعة عادية، بتابعك باستمرار. طيب. وبحب ان انا مثلا لو جه في دماغي سؤال بسأل حضرتك بصفتك يعني دكتورة وفكرية وبتكتبي ماشي ماشي. وليكي رأيك العام. طب ربنا يخليك، انا متشكرة ليكي. بس دلوقتي انت عايزة السؤال، يعني انت عايزة الصديقة تبقى صديقة مع الشباب، صديقة. ما تتحولش اه. لعلاقة غير مشروعة. ده اللي انا فهمته، صح غير كده؟ شرعي. تمام طيب. تمام. طب اسمعيني بقى، انا هقول لك الإجابة، واحنا مع بعض. تمام. ماشي الدكتور. كلنا سمعنا مكالمة البنت طالبة الجامعة اللي بتقول أنا عايزة الناس تفهم إن في صداقة، وإن الصداقة بين الراجل والست ممكن تصير صداقة فقط لا غير، وإن المفروض إن أصحاب الشباب دول يعاملوني على إن أنا راجل وممكن أساعدهم، ما يعاملونيش على إن أنا واحدة ست. أنا عايزة أقول لحضرتك إن الكلام ده هيحصل في حالة واحدة بس، في المشمش. ازاي انتي هتبقي بنت أمورة قدام جمع الشباب الغفير ده، وهو هيعتبر حضرتك مجرد راجل؟ ازاي؟ هو انتي راجل عشان يعتبرك راجل؟ لا. انتي مش هتقدري تخالفي الطبيعة. انتي ربنا خلقك أنثى، بنت، فاستحالة تكوني حاجة غير كده. وكل اللي هيشوفك في المجتمع هيعاملك على ان انتي بنوتة. آه، ليه مفيش صداقة زي الصداقة اللي في الغرب؟ في الغرب يا حبيبتي في قوانين بتحمي الست، لدرجة ان في قانون هناك في الغرب
لو الزوجة اشتكت على زوجها ان هو اعتاد العلاقة الحميمية بدون إذنها وجبرها فيها، دي جناية فيها 10 سنين سجن. فما بالك بقى بالغريب. فالغرب حاجة واحنا حاجة. في قوانين هناك بتحمي الست، لكن انتي القانون اللي بيحميكي هو انتي، وقبل انتي دينك وضع لك حدود وقيود، وقال لك ممنوع الاختلاط، لان الاختلاط بيجيب مشاكل، بيوديكي زي ما انت بتقولي منظومة تانية او سكة تانية. فانا ضد صداقة الشباب مع الفتيات. انت بتبقي داخلة بنية ان دول صحابك وهتهزروا وتطلعوا رحلات وتذاكروا مع بعض، لكن هما نواياهم ما بتبقاش كده. وممكن الصداقة دي تنتهي بجريمة زي نيرة. ما شفتيش فتاة المنصورة؟ كانت هي برضو عبارة عن صداقة وزمالة، وهي اتقتلت وزميلها محمد أخد إعدام. فيا ريت القصة دي تبقى عبرة لكل فتاة في الجامعة. مفيش حاجة اسمها صداقة بين فتاة وشباب. وبعدين أي حد معدي عليك في المجتمع بتاعنا مش هيشوفك واقفة مع الشاب ده هيقول دي ست او بنت مش كويسة. مش هيفهم ان انت واخدة الموضوع من باب ان انت راجل زيك زيهم، او ان انت واحدة مظبوطة بس بتحبي تتكلمي وبتحبي تصاحبي. لا 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 خالص. فانا ضد الاختلاط وضد الصحوبية. وممكن يبقى في زمالة في اطار معين، يعني لها حدود مثلا، وتبقى للضرورة. وبعدين الغريب ان انا بسألك بقولك هو انت ليه ما بتصاحبيش بنات، بتقول انا بصاحب بنات وشباب. لا لا لا، خليكي مع البنات احسن. خليكي مع البنات. انا ما ينفعش احط البنزين جنب النار واقول والنبي ما تولعش. وما ينفعش احط القطب السالب جنب القطب الموجب واقول له لا ما تنجذبش. ما ينفعش. هي دي طبيعة الله في خلقه. ربنا خلق آدم ينجذب لحواء. لو آدم وحواء اجتمعوا خلاص انسي. الأفكار مش هتسيطر والعقل مش هيسيطر. اللي هيسيطر المشاعر بس، هي دي اللي هتسيطر. فانتي ما تحطيش نفسك في وضع حساس وتقولي أنا بتفهم غلط. اقطعي علاقاتك وصداقاتك مع الشباب، لان اي حد هتصاحبيه، وخصوصا ان انت بعتلي صورتك وشفتك ان انت زي القمر، اي حد مش هيصاحبك ويعتبرك راجل. هيعتبرك راجل ازاي وانت كلك انوثه؟ ما هو يعني ما ينفعش. نصيحتي ليكي ما ينفعش. ومفيش حاجه اسمها صداقه على طول، ولا على طول ولا على عرض. انهي الصداقات.